مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. مع الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. العثور على آثار في منطقة درعا بمديرية عدقية. حصد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين من نفير جماعي في بلدة ملقي. صيانة طريق دامبا عدغرس. الصين تبدأ تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الأصفر. ماكرون وزيلينسكي وقعان اتفاق تسليح ضخم لكييف. الصين تسعى للمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. تم العثور على قطع أثرية وتاريخية في منطقة درعا بمديرية عدقيح تشمل الآثار التي تمثل الثقافة وأساليب الحياة لدى الشعوب القديمة في المنطقة، الأخطاء والفخاريات والقليون والأكواب وحاويات مياه والنقوش الصخرية والرسومات. يبلغ ارتفاع حاويات المياه وخزانة الممتلكات المنحوتة في الصخور الكبيرة بين 2 إلى 4 أمتار وعمق يصل إلى 80 سنتيمترا. كما تم العثور على بعض القطع الأثرية في الأراضي الزراعية وفي مواقع البناء. ودعا مسؤول الثقافة والرياضة في مديرية عدقيح السيد تمسجن حقوس دعا كافة المواطنين إلى توخي الحذر في عملية الحفر، لأن المنطقة غنية بالآثار، وإبلاغ الجهات المعنية عن الأماكن التي يتم فيها العثور على الآثار. وأفاد السكان إلى أن اكتشاف الأدوات والمواد القديمة في منطقتهم ليس ظاهرة جديدة، وحث الجهات المعنية لإجراء مساحات علمية لجمع الآثار التي ستنتقل للأجيال القادمة. قام طلاب مدرسة جيهان المتوسطة والثانوية ببلدة ملقي بحصد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين بنفير جماعي. وأفادت وكالة إيرينا أنه تم حصاد مزارع 350 عائلة عبر هذه المبادرة لإنقاذ المحاصيل من الآفات. وأضاف مدير إدارة ضاحية ملقي السيد أنجوسو منغستو وممثل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الشاب بنيام برخت أهب أن الطلبة إلى جانب دراستهم الأكاديمية يساهمون بشكل كبير في برامج التنمية بمناطقهم ومساعدة أسر الشهداء والأسر المحتاجة. وذكر مدير مدرسة جيهان الأستاذ أبودوم جابريسوس أن العمل الذي أنجز يأتي في إطار المبادرات التي يتم اتخاذها على شكل حملات بالتنسيق مع الشعب ووحدات الجيش الشعبي، مضيفا أن المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لقرص القيم المجتمعية في نفوس الطلاب. وفي غضون ذلك تبرع مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ملقي باللوازم الدراسية ل70 طالبا محتاجا. يقوم سكان دامبا وعدغرس بإصلاح الطريق الترابي المتفرع من طريق أسمرة قمحرة إلى قراهم للتخفيف من المشاكل التي يواجهونها في خدمات النقل. وأوضح المهندس مانويل المحرتاب من قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط أن برنامج الصيانة والتوسيع المدعوم بالآليات يغطي طريقا بطول 13 كيلومترا وعرض 7 أمتار يبدأ من أمبيتو ليصل قرى عد حدروم ودامبا وعدغرس وربط الإقليم الأوسط بالإقليم الجنوبي. وأضاف أن العمل ينفذ بعد الحصول على موافقة قسم التنمية المعمارية بمبادرة من سكان القرى. وأشاد مدير ضاحية دامبا عدغرس السيد يوهانس هبتزين بالمشاركة الشعبية، وأشاد بكافة الجهات المتعاونة. وذكر المشاركون بأنهم كانوا يعانون من سوء حالة الطرق، معربين عن أملهم بزوال المشاكل مع إنجاز أعمال الإصلاح. هذا وتقع ضاحية دامبا على بعد 35 كيلومترا جنوب العاصمة أسمرة. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية صحية لمعلمي المدارس المتوسطة والثانوية والإعدادية الجدد والقدامى من مديريات فرو ومصوع وقلعلو. ركزت الدورة التدريبية التي أقيمت في الفترة من 13 وحتى 15 من نوفمبر في بلدة فرو على التدبير الحياتي والمواد الكيميائية التجميلية وتأثيراتها وأسباب التهاب الكبد وتوجيهات النادي الصحي. وأوضحت مسؤولة وحدة الصحة الأستاذة شماينيش كبالي بأن دور المعلمين ليس سهلا في القضاء على العادات والأمراض الضارة، وحثت المعلمين على العمل الجاد للحد من انتشار التهاب الكبد الوبائية ومواد التجميل الكيميائية. وقال مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة الأستاذ محمد عبد الله أن التدريب يأتي استمرارا للدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لتعزيز المنهج الدراسي الخاص بمهارات الحياة لدوره الهام في المجتمع عامة والطلاب خاصة.
من جانبهم حث المشاركون بضرورة تنظيم الدورات التدريبية بشكل مستمر وعلى نطاق أوسع لدورها الهام في العملية التعليمية. هذا وكان مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر قد نظم دورة تدريبية للمعلمين في المدارس الابتدائية والمتوسطة في مديريات فورو وقلعلو ومصوع وقندع خلال ديسمبر من العام الماضي. نظم فرع جامعة المعلمين بالإقليم الجنوبي دورة إدارية للمعلمين يوم 16 من نوفمبر الجاري، وتهدف الدورة التي شارك فيها الإداريين والمشرفين التعليميين القادمين من 25 مدرسة لرفع الكفاءة الإدارية والقيادية للمعلمين. وتضمنت الدورة الأساليب القيادية وأساليب حل المشاكل التي تظهر في المدارس، بالإضافة إلى مواضيع ذات صلة بالأمر. كما قدم مسؤول فرع الاتحاد بالمديرية الأستاذ سامسون نقاش بدوره شرحا تعريفيا عن دستور الجمعية وأهدافها. وحث مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ بيانة أسفاي المشاركين للاستفادة مما اكتسبوه من معرفة. في غضون ذلك تم تنظيم دورة مماثلة في مديرية صنعاء حسب ما أفاد به مراسل وكالة أنباء إرينا. أجرت تنظيمات الشباب التابعة لفرع الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا في كافة إدارات الضواحي بمديرية شامبوقو أجرت انتخابات الهيئات التنفيذية بهدف تعزيز مشاركتها في برامج الاتحاد والبرامج الوطنية على حد سواء. وذكر مسؤول المكتب الشاب حاجوس كاستي أن هذا البرنامج هو استمرار للجهود الجارية لحث التنظيمات الشبابية على مستوى إدارات الضواحي للعمل بشكل أكثر فاعلية. وأكد مدير إدارة المديرية السيد طارق أباي بدوره استعداد الإدارة للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز المساهمة الفاعلة للشباب من خلال تقوية التأطير. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. أعلنت السلطات البحرية الصينية بدء تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة وسط بحر الصين الأصفر تستمر لمدة 3 أيام. وذكرت وكالة أنباء الصين الرسمية أن المنطقة ستغلق أمام الملاحة طوال فترة التدريبات، محذرة السفن من الاقتراب حفاظا على السلامة. كما أشارت السلطات إلى أن التدريبات ستستمر على مدار الساعة، مما يعكس حجم الجدية التي توليها الصين لعملياتها العسكرية. تأتي التدريبات وسط تصعيد عسكري متزايد في البحار المحيطة بالصين، كما أن هذه التحركات تظهر رغبة الصين في تعزيز جاهزيتها العسكرية وفرض وجودها البحري في مواجهة أي تهديد محتمل. وقع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس الأوكراني في قاعدة فيلاكوفلا الجوية قرب باريس إعلان نوايا يمكن كييف من شراء ما يصل إلى 100 طائرة مقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي من الجيل الجديد وطائرات مسيرة وأنظمة رادار متقدمة. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الاتفاق لا يعد عقد شراء فوري، بل إطارا استراتيجيا يمتد على مدى نحو 10 سنوات، ويمهد لعقود توريد معدات عسكرية فرنسية متطورة تشمل الأسلحة المرتبطة بالطائرات. بدوره توعد الكرملين بمواجهة تداعيات إبرام صفقة لتزويد كييف ب 100 مقاتلة فرنسية من طراز رافال، واتهم باريس بتأجيج مشاعر الحرب، مؤكدا أن الأسلحة والتقنيات الغربية لن تغير ديناميكيات القتال على الجبهات. وأعرب الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف عن أسف بلاده بسبب قيام باريس بتأجيج التوجهات المؤيدة للحرب في أوكرانيا بدلا من العمل على تعزيز فرص السلام. وقال أنه مهما كانت طبيعة الطائرات التي تنقل إلى كييف فلن يغير ذلك الوضع. قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن الصين مستعدة لتعميق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمارات الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين في موسكو، حيث نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن لي قوله لرئيس الوزراء الروسي أن الصين ترحب بالمزيد من المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا. أما ميشوستين فقال رئيس الوزراء الصيني أن التعاون بين الجانبين أثبت مرارا صموده في وجه التحديات الخارجية. وأعلنت بكين وموسكو عن شراكة استراتيجية بلا حدود، حيث أشار بوتين في الأشهر القليلة الماضية علنا إلى الصين كحليف.
في الخبر الأخير اتفقت روسيا والهند خلال مباحثات موسعة بين وزيري خارجيتهما في موسكو على تعزيز وتيرة التنسيق السياسي والدفع نحو شراكة استراتيجية بين البلدين، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للقمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والمقررة في نيودلهي خلال الأسابيع القليلة المقبلة على الرغم من التحفظات والضغوط الأمريكية على نيودلهي. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال محادثات مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار في موسكو أن العلاقات بين روسيا والهند تبلغ مستوى شراكة استراتيجية مميزة وذات أولوية مطلقة في السياسة الخارجية الروسية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو السادس بين الجانبين خلال العام الجاري، مما يعكس قوة الشراكة وطبيعتها الاستثنائية. ولفت لافروف إلى أن زيارة نظيره الهندي تأتي قبل 3 أسابيع فقط من انعقاد القمة الروسية الهندية في العاصمة الهندية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز نتائج التعاون في الفترة المقبلة. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. العثور على آثار في منطقة درعا بمديرية عدقية. حصد مزارع أسر الشهداء والمحتاجين بنفير جماعي في بلدة ملقي. صيانة طريق دامبا عد غرز. الصين تبدأ تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الأصفر. ماكرون وزيلينسكي يوقعان اتفاق تسليح ضخم لكييف. والصين تسعى للمزيد من التعاون مع روسيا في الطاقة والزراعة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.